ومن اليوم ما غاديش تشري ورقه الفيلو، غادي تحضريها في الدار ناجحه مليون في المية. غادي تحضري بها اروع والد معسله، كتجي غزاله بزاف، مقرمشه مرقه واعره وبنينه. انا متاكده الا تبعتوا الطريقه غادي توليو محترفين فيها وغادي تحماقوا عليها. كنتمنى تنال اعجابكم، والله يجازيكم بخير. الا كنتوا اول مره غادي تشاهدوا القناه ما تنساوش تشتركوا وتفعلوا الخاصيه ديال الجرس باش يوصلكم كل جديد. ومرحبا بكم في قناتكم مطبخي الصغير صافا. وهنايا في اناء غادي نديروا علبه ديال الياغورت طبيعي، وبنفس العلبه كنديروا علبه ديال الماء ديال الزهر، اولا ديروا علبه ديال الحليب اللي بغيتو، علبه ديال الزيت. هنا غادي نديروا واحد الساشي ديال الفاني، وكنديروا شويه ديال الملحه. صافي كنخلطوا المكونات غير بواحد المعلقه بهذا الشكل هذا. من بعد كنضيفوا الدقيق. هنا بالنسبه للدقيق غادي ندير 4 ديال الكيسان ديال الدقيق، في الاول درت 3 وكنبدا نجمع العجين ديالي بهذا الشكل هذا. من بعد غادي نضيف الكاس الرابع، غير هو كنبقى نضيف بالتدريج شويه بشويه هذاك الكاس حتى كتجمع ليا العجينه. وممكن تاخذوا حتى ل4 ديال الكيسان ونص على حسب النوعيه ديال الدقيق. صافي من بعد ما كنجمع العجينه ديالي بهذا الشكل هذا، وصراحه كيجي واحد العجين اللي غزال بزاف وكيجي رطب وزوين. زوين في الخدمه، يعني واخا ما تخليوش العجينه ديالكم ترتاح تخدموا بها مباشره كتساعد. وهنا كنضيفوا نص ديال الكيس ديال الخميره ديال الحلوى، يعني 4 غرام، ما ديروش داك الكيس كامل. وكندخل فيها ديك الخميره بهذا الشكل هذا. من بعد كنشكلوا على 2 كرات يكونوا متساويين وكنخليهم يرتاحوا. هنا غادي ناخذ نص كيلو ديال الكاوكاو. انا خديت الكاوكاو اللي بالقشره، حمرته في الفران وزولت النص بالقشره والنص واخا بقاو هاد الحبات ماشي مشكل. هنا كناخذوا في الهاشوار وكنديروا هذاك الكاوكاو اللي حمرنا في الفران. ممكن تقليوه الا بغيتو، انا ما قليتوش. وهنا كندير واحد 3 المعالق ديال الزيت. بالنسبه للزيت علاش درت؟ حيت الكاوكاو ما قليتوش في الزيت، وإلا قليتوه في الزيت ما ديروش الزيت. صافي هنايا من بعد ما كندير كيف كتشوفوا معايا هاد الزيت على الكاوكاو، صراحه كتجي غزاله. تبعوا الطريقه وغادي تنجح معكم من اول مره. وهنا كندير واحد المعلقه صغيره تكون عامره ديال القرفه، ومعلقه كبيره ديال الزبده كيف كتشوفوا معايا. وهنايا نسيت، عاد تفكرت خصني ندير كاس لاروب ديال السكر ضروري. وكطحنوا كلشي في الهاشوار بهذا الشكل هذا. من بعد ما كطحنوه ماشي تولي البنات ملينه اولا عقده مشدود، خصها تجي هكا غير شويه كتجمع ما بين اليدين باش ملي كتشرب هذاك العسل كتجي واعره. كنتمنى يعني كتبان هذوك الحبيبات ديال الكاوكاو باينين، ما كيجيوش مضعوقين اولا مطحون بزاف. صافي كنخليو الحشوه ديالنا في جنب وكناخذوا الكره. من بعد ما ارتحت لنا ديال العجينه كناخذوا اول وحده. دائما ملي كنجيو نطلقوا العجينه في هذا العجين هذا كنخدموا غير النشا، ما نخدموش الدقيق نهائيا. يعني السر ديال التوريق هو النشا، ما كنخدموا لا زبده لا حتى شي حاجه، غير النشا فقط. ها انتم شوفوا معايا. من بعد كنطلق العجينه ديالي بهذا الشكل هذا. غادي نعطيها واحد الشكل اللي تكون دائري باش غادي نشكلها كيف غادي تشوفوا معايا. صافي هنايا من بعد ما طلقت العجينه كناخذ واحد الموس وكنشكلو كيف كتشوفوا معايا في الفيديو. يعني الطريقه راها موضحه لكم، نتمنى تكون واضحه. هنا كناخذوا النشا، شوفوا معايا السر ديال التوريق نعاود نقولها لكم هو النشا. الا بغيتو يجيوكم هذوك الطبقات مورقين ومقرمشين وما تكونش العجينه نهائيا، هو النشا كيف كتشوفوا معايا. كندير كميه كثيره ديال النشا. من بعد كنطوي الطويه الاولى، من بعد كندير النشا وكنسد على هذيك الطويه. نتمنى تكون الطريقه موضحه لكم. كنعاود ندير كميه ديال النشا ونحاولوا نقادوها نعطيو واحد الشكل اللي كتجينا على شكل مربع. ها نتوما نتمنى تكون واضحه لكم الطريقه. هنا بالنسبه للاخوات اللي كيقولوا لي كنهضر بزاف، راني غير كنبغي نشرح لكم. بزاف الاخوات كيقول لك كنهضر بزاف، سمحوا لي كنبغي نشرح لكم. صافي انا كندير دائما نشا. وهنا نسيت ضروري نشا، يعني كل ما كنجيو نسدوا الثنيه ديال العجينه كتكون نشا من التحت. ها نتوما صافي نتمنى تكون الطريقه موضحه لكم حتى كنجمعوها وكتعطينا واحد الشكل اللي كيكون مربع. صافي ها نتوما نتمنى تكون الطريقه بالصراحه هاد الطريقه هذه كتعطي نتيجه غزاله بزاف وكتجي مرقه مقرمشه كيف قلت لكم. وبالنسبه للكره ديال العجينه حتى هي غادي نديرها بنفس الطريقه، يعني بنفس الطريقه وغادي نكملها. ما غاديش نشاركها معكم حيت صافي شاركت معكم الاولى، يعني هكا يعني بنفس الطريقه غادي نصايبها. صافي من بعد ما كنشكلوا على شكل مسمنه كنخليوها ترتاح وكنشكل الكره الثانيه. صافي من بعد ما شكلتهم كيف كتشوفوا معايا على شكل مسمنات بهذا الشكل هذا، كناخذوا اول وحده اللي كتكون شويه ارتاحت وكنبداو نطلقوها بالدلاك. وهنا ملي كنطلقوا العجينه ديالنا ما كنستعملوا لا نشا لا حتى شي حاجه، صافي كتطلق وما كتلصقش لينا فوق سطح العمل. هنا ملي كنطلقوا العجينه ديالنا شوفوا هنا راه ملي كنبقى نطلق العجينه كتجيني ورقه على ورقه، يعني هكا كنكونوا ضمننا غادي تجينا واحد الحلوه معسله اللي غادي تجي غزاله بزاف.
من بعد ما طلقت العجينه ديالي بهذا الشكل هذا كيف كتشوفوا معايا، كناخذ هذيك الحشوه ديال الكاوكاو اللي حضرنا. كيف قلت لكم نعاود نقولها لكم، ما تطحنوش بزاف الكاوكاو يجي بهذا الشكل هذا، كيجي بحال اللي مسمد، يعني كنحسوا بالكاوكاو كاين، كيجي واحد المذاق اللي فيه زوين بزاف. ما تطحنوهاش يعني تتولي لكم عقده مطحونه بزاف. هنا صافي كنسدو. هنا ضروري تعاونوا بالماء، يعني الماء هو اللي كيلصق لكم العجينه كيف غادي تشوفوا معايا، واخا كتضغطوا باش ما تحلش لكم. هنا كيف كتشوفوا، هنا ملي كنبغيو نجمعوا دائما ديك الحشوه كندخلوها لداخل وكنجبدوا العجينه وكنسدوا هذيك العجينه مع العجينه. نتمنى تكون هكا كيف كتشوفوا معايا باش ما كتحلش لكم. وحتى في الفران راه ملي كتدخلها ما كتحلش، غير كنعطي واحد الشكل اللي كتكون على شكل سيجار كبير اولا على شكل مستطيل وهو عامر. صافي هنا وغادي ناخذ موس وغادي نقطع. من بعد كناخذ الصينيه ديالي ديال الفران وكنحطها في الصينيه ديال الفران. حاولوا تضغطوا بهذا الشكل هذا، ودائما ديك الثنيه هي اللي تجي لتحت منين نحطوها في الصينيه ديال الفران. وكيف قلت لكم هنا الماء هو اللي غادي يلصق لكم. انا صراحه الكميه اللي بقات ليا راه كملتها كامله. دائما كندهن العجينه بالماء، يعني كندهن واحد الدهنه اللي كتكون خفيفه ماشي بزاف، غير العجينه باش كتلصق وحده مع وحده. وغادي نستمر بنفس الطريقه حتى نكمل الكميه اللي عندي كامله كيف غادي تشوفوا معايا. هنا غادي نحاول نسرع لكم الفيديو باش ما يجيكمش الفيديو طويل اكثر من القياس. وبالنسبه للحشوه والعجينه كيجيو قد ما كتشدش العجينه وما كتشدش الحشوه، يعني هذا القياس هذا قياس نص كيلو ديال الكاوكاو راه كتجي هي هذيك. صافي من بعد ما كملتهم هنا كناخذوا واحد الموس وكنبدا نقطع بهذا الشكل هذا. المهم ضروري تقطعوا قبل ما طيب. الا طابت غادي تكون واحد العجينه اللي مورقه ومقرمشه. ملي غادي نجيو نقطعوها وهي طايبه غادي تهرس لينا كامله وما تعطيناش الشكل اللي باغيين. قطعوها قبل ما طيب، يعني بحال الطريقه ديال البحلاوه المعروفه، كتقطع عاد كتدخل طيب في الفران. كنقطعها بهذا الشكل هذا. من بعد ما غادي نقطعها غادي ناخذ الزبده واحد 50 غرام. كندوبوا الزبده ديالنا وكنديروها من الفوق بهذا الشكل هذا. وهنا الفران راه سخون. بالنسبه للسر ديال الطياب حتى هو كيلعب دور. غادي ندخلوها الفران اللي كيكون سخون. من بعد كنقصوا الفران وكنخليوها طيب على خطرها باش هذوك الورقه كتجي مفصله على بعضياتها، يعني كتجي وحده على وحده وكتجي طايبه الورقه من الداخل وكتجي مقرمشه وغزاله. يعني هذه هي الطريقه ديال الطياب. الطياب هو السر في الفران، عافيه تكون مهيله. وهنا يلا خرجتها من الفران بعد ما طابت. صراحه جات واعره بزاف كيف كتشوفوا معايا. مباشره كنديروا العسل فوقها. هنا بالنسبه للعسل خصكم تخليوها تبات ليله كامله في العسل باش كتجي مشربه داك العسل. انا صراحه حضرتها في الليل وخليتها باتت ليله كامله في هذاك العسل باش كتجي شاربه العسل. هنايا من بعد ما سقيتها، بالنسبه للعسل البنات اللي غادي يسولوني عليه راني حضرته معكم من قبل. كيجي واعر هذا العسل وناجح 100%. صافي هنا كنبقى ندير عليه هذاك العسل من الفوق وغادي نولي نعاود ندخلها للفران. الفران اللي كيكون مازال صراحه سخون باش كتزيد داك العسل كيزيد يترخى وكيذوب، وكنخليها حتى كتشرب داك العسل. يعني في الصباح ملي كنهزوا الحلوه ديالنا كنلقاوها شربات داك العسل وما بقاش داك العسل حيت خدات حقها وتعسلات وجات واعره. وهنا وصلنا نهايه الفيديو. هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه معسله ديالنا بمذاق كتجي واعره بزاف. كنتمنى تجربوها. كيف شفتوا معايا بلا ورقه ديال الفيلو ولا ورقه البسطيله غادي تحضروا عجينه سحريه كيف كنقولوا في الدار، غزاله بزاف. شوفوا معايا كيف كتجي معسله وبنينه. كنتمنى تنال اعجابكم وكنقول لكم بالصحه والراحه، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد وصفه جديده. والله يجازيكم بخير. ما تنساوش تخليوا لي واحد اللايك وواحد التعليق باش نعرف الفيديو راه عجبكم. وبالصحه والراحه وبسلامه عليكم.